عاجل. بوريطة: سنرد على أي استهداف لسفارة المغرب أو ممثلي السفارة المغربية في العراق. في تصعيد دبلوماسي لافت، خرج ناصر بوريطة بتصريحات قوية عقب ما تم تداوله حول استهداف سفارة المغرب في العراق، في واقعة أثارت جدلا واسعا على الساحة الدولية وسط اتهامات غير مباشرة بتورط إيران. وأكد بوريطة أن الرباط لن تلتزم الصمت تجاه أي تهديد يمس سيادتها أو سلامة بعثاتها الدبلوماسية، مشددا على أن المغرب سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على هذا التصعيد، سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو من خلال الهيئات الدولية المختصة. وأضاف أن حماية المصالح المغربية في الخارج خط أحمر، وأن أي استهداف لسفارة أو ممثلية دبلوماسية يعد خرقا واضحا للقوانين الدولية واتفاقيات حماية البعثات الأجنبية، في إشارة إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وفي سياق متصل، كشفت مصادر دبلوماسية أن السلطات المغربية باشرت اتصالات مكثفة مع شركائها الدوليين لتوضيح ملابسات الحادث ومطالبة الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. كما لمح بوريطة إلى أن المغرب يحتفظ بحقه الكامل في الرد المناسب، مؤكدا أن المملكة لن تتهاون مع أي محاولة لزعزعة أمنها أو استهداف رموزها السيادية، وهو ما يعكس توجها حازما في التعامل مع هذه القضية. ويأتي هذا التطور في وقت حساس تشهده المنطقة، حيث تتزايد حدة التوترات بين عدة أطراف إقليمية، ما يجعل من هذه الواقعة مؤشرا جديدا على هشاشة الوضع الأمني والدبلوماسي في بعض بؤر النزاع. ويبقى السؤال المطروح: هل تتجه الأمور نحو تصعيد أكبر، أم أن التحركات الدبلوماسية ستنجح في احتواء الأزمة قبل انفجارها؟